بدي أسألك سؤال يا شيخ. موضوع فيه حديث. هسا أنا قبل تقريبا سنة كنت ألعب لعبة، ودخلت مع شخص شيعي، مهم. فحكاني عن حديث اللي هو نزل رجل بعائشة. أي نعم. فأنا يومها ما جاوبته، ما عرفت أجاوبه يعني، وبحثت في اليوتيوب ما لقيت. فبدي إياك تشرح لي إياه. حاولت يعني أجاوب بس ما قدرت. الحديث ليس فيه يعني شيء يحتاج إلى تفصيل، إنما هو 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 لحظة أنا هو أجيبك الآن، كان يحكي تكلم. إنه كيف لحظة طيب نام لحظة هناك لحظة يعني. لحظة يا أخي، اسمع أيوه. الجواب ثم بعد ذلك تكلم. تمام. تمام. الحديث أن رجلا أو عدة رجال، لا يوجد فرق، ذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها ونزلوا عندها. الرجل أو الشخص بشكل عام قد يكون عنده، الشخص الذي يأتيه ضيوف كثر يكون عنده مكان يبيت فيه الضيوف. عائشة رضي الله عنها كان عندها مكان يبيت فيه الضيف، لأنها كانت محدثة وكانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يذهبون إليها ليسمعوا منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام وليتعلموا منها الفقه. فهذا الذي يأتيها مثلا من العراق أين سينام؟ ينام في بيت خصصته عائشة للضيوف. صح. فماذا تقول العرب؟ نزل عند عائشة، يعني نزل في البيت الذي خصصته عائشة للضيوف. هذا كل الموضوع. تمام. وفي سؤال ثاني.